راه هاد الورقه هادي قادره تستفز عزيز اخنوش وبعض الناس ديالو للحبس. الطلبه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو. نتوما غتشوفوا كيفاش اخنوش كيكذب عليكم وبالدليل ومن فمو. واسمع، والمركز الاستشفائي الجامعي السي اش يو ديال الجهه بني ملان غادي يكون جاهز في 2027 ان شاء الله، في اخر 27 بسعه ديال 520 سرير. والله 520 سرير اللي جلس فيها واحد من بني ملال في 2027، والله لقيتو سرير واحد من هادشي اللي قال، والله لقيتو سرير واحد من هادشي قال، ويا ربي يطول في عمرنا. وغادي نجي نقول لكم الا لقيتو سرير واحد ماشي نقول لك غنبعد من الصحافه ولا غنقول لك شي حاجه كثار غندير، ونعطيك الدليل اللي مخرجها لينا هادو هما اللي كيعطيو الفلوس باش يبني هذا الشيء اللي كيقول، اللي ما دارش والو باش نعطيو حق الحكومه السابقه. مابقاوش نهضروا بزاف، الحكومه السابقه حتى هي دارت بعض الاشياء اللي هاد الحكومه كتضرب فيها، واخرى حتى هي كتخرج تجاوبها. وانا عندي منهم مواقف بجوج لانه حتى واحد فيهم ما دار شي حاجه. مستشفيات الجامعيه السي اش اي اللي كاين في طنجه واللي كاين في العيون اللي كاين في اكادير اللي كاين راه دارتهم الحكومه السابقه، اللي يمكن دارتهم الحكومه ديال اخنوش. في هاد اخنوش وقيلا غير الجهه ديال قلميم وبتعليمات ملكيه الرشيديه بني ملال. كتقول للناس كتكذب عليهم في بني ملال باش يصوتوا عليك انك غتسالي في 2027. مي غتجيب الفلوس السي عزيز اخنوش واش غتعطيه من جيبك؟ لانه هنايا في القانون الماليه 2028 ما غيكونش واصل حتى ل 45%. راه 2030 وشوف تشوف واش يكون واجد ديال بني ملال. اللي داروا في هذه الحكومه تعطيكم حقكم هو الرباط، واللي داروا هو السي يعقوبي مع جلاله الملك والتعليمات ديالو. الوالي ديال الرباط تقول لي اختصاصاتها كتخربق. كون ما كانش المجهودات ديال داك السيد في الرباط الله لا تبنى داك المستشفى واللي اليوم اللي اليوم دشن. ودابا جاو معايا الهضره اللي قال السي عزيز اخنوش مع الوثائق اللي خارجه ديال الدوله، ونشوفوا شكون اللي كذاب. يا اما السي عزيز اخنوش كما قلت لك غتزيد الفلوس من جيبك، يا اما غادي نشوق قدام المغاربه انك كذاب. بهذا المصطلح وسمحوا لي على هذا المصطلحات الزنقاويه. واجي نهضر معاك انا لان انا عارف واش راني مورا كيخرجوا شي وحدين يبداو يضربوا في اسرار. شوفوا كي تيهضر، شوفوا بناء مركز استشفائي جامعي بني ملال وما تعصبوش كما انا معصب دابا. سمع شنو قال لكم غيكون واجد 2027. شو الكذوب اللي كيكذب عليكم؟ شو هذا شحال غيعطيه الفلوس؟ هذا اللي غيعطي الفلوس وشحال غيعطي؟ بناء مركز استشفائي جامعي بني ملال 2400 مليون ديال الدرهم، يعني 240 مليار ديال السنتيم. الطاقه السريريه هو اللي قال لك 520 ساري اللي قال لك غتوجد في 2026 النهائي، باش نتوما تطمعوا تقولوا ها هو راه كيوجد لينا اجي نصوتوا عليه عاوتاني. ما علينا. 2025 هذه وزاره الماليه اللي قالت ليه غنعطيك غير 134.8 مليون ديال الدرهم. مزيان مزيان. التركيز ديال الانجاز يلاه غيكون فاصل 0.6. والبدايه ديال الاشغال 2025 هاي، حيت كل 3 سنين هذه الجاويه المتقدمه اللي خدامين بها كنعطيو المشاريع ديال واحد 3 سنين ديال 3 سنين ديال الميزانيات اللي يمكن لهم يشتغلوا. كنرجعوا لهذا المستشفى هذه ب 2026